لما تسمع كلمة الهند ايه أول حاجة بتيجي في بالك؟ أكيد هتقولي أفلام بوليود اللي كلها أغاني ورقص ومرح، أو عبادة البقر وتعدد الآلهة. بس أنا أول حاجة بتيجي في بالي أغرب من كده بكتير، وهي الزواج من الكلاب. زي ما بقولك كده، هناك بيتجوزوا كلاب، ومش بس كده، ده ممكن يتجوزوا شجر، والموضوع بيتطور كمان لحد ما يتجوزوا جثة. وعشان كده حلقة النهاردة هتكون مليانة حاجات أول مرة تسمعها في حياتك، وفي الغالب فطرتك البشرية هترفضها تماما. زواج النيران. في أقوال إن الطقس ده موجود في جنوب الهند، وفيه بتروح الزوجة مع الزوج للغابة، وهناك تولع نار وتحرق بيها ظهره، ولو فكر يتألم يبقى هو كده مش قد الجواز، وابقى قابلني لو عروسة رضيت بيك بعد كده، لأن الطقس ده بيحدد قوة العريس، ولو فشلت انت كده غير مؤهل للزواج. الاختبارات مش بس للعريس، لأن في نوع تاني اسمه زواج الزحف. في النوع ده بتزحف العروسة على رجليها زي الزواحف بالظبط لحد ما توصل للعريس، وأول ما توصل له يحط رجله على دماغها بدل ما يساعدها تقف، وبيقولوا كده إن ده معناه إنه موافق على الجوازة دي. والظاهر كده إنهم عندهم مشاكل في حوار الرجلين ده، لأن في نوع تاني من الطقوس اسمه زواج الغجرتي. هتحس باشمئزاز من الجواز كله. اللي بيحصل إن أبو العروسة بيغسل رجلين العريس باللبن والعسل في طبق كبير، وبعدها يشرب اللبن ده قدام كل الموجودين. تخيل بقى تبقى بنتك بتتجوز وانت بتتهان قدام الناس كلها. وفي نوع تاني اسمه زواج الركشاسة، وده زواج بالعافية. يروح ولد متقدم لبنت عجباه فيترفض عادي، يعني بتحصل في أحسن العائلات، لكن يسكت؟ لا، الهند طبعا بلد الأفوارة. يقوم الولد خاطف العروسة ويلبسها طرحة العروسة، ويبدأ يهددها بسمعتها لحد ما توافق وتتجوزه. وعلى الرغم من إن النوع ده مش قانوني، وفي محاولات كتير إنه ينتهي، ويعتبر نوع من أنواع الاغتصاب في الديانة الهندوسية، ولكن بعض المناطق لسه مستمرة في ظلم كبير للبنت تحت مسمى العادات المجتمعية. والظلم مش بس بيكون خطف، ده كمان ممكن يخفوها من على وش الأرض، وده بيحصل في زواج الأديفاسي. ركز معايا يا صديقي، بيتبع النوع ده قبائل قليلة في الهند، بياخدوا العروسة ويخفوها في مكان محدش يعرفه، لا تشوف حد ولا تكلم حد، وتفضل على الحال ده لمدة سنة كاملة. بعدها يوافقوا زعماء القبيلة على الزواج، وتبدأ بقى الاحتفالات الضخمة، وتتشاف البنت بعد مدة من الغياب. طب يا ترى لو العريس ما وافقش كان هيبقى مصير البنت ايه؟ مهما فكرت في احتمالات، ما اعتقدش يجي في بالك انها ممكن تتجوز كلب. اكتر مشهد مستفز ممكن تشوفه في حياتك لما تلاقي عروسة في كامل زينتها وتبص على اللي جنبها تلاقيه كلب. لا، وساعات كمان يكون شجرة موز. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. مش بهزر يا صديقي والله. هناك عندهم اعتقاد غريب إن لو بنت اتولدت في الوقت اللي كوكب المريخ وزحل في تراجع فلكي إنها هتموت بدري. عشان كده قبل ما تتجوز بجد بيجوزوها كلب أو شجرة موز، بعد كده يقطعوا الشجرة أو يقتلوا الكلب، وكده تبقى اتفكت اللعنة والبنت هتعيش حياة طويلة. متوقع ايه من ناس بتعبد بقرة؟ يعني طبيعي يتجوزوا شجرة موز. طيب لو المعازيم جاعوا في الفرح ممكن ياكلوا الموز ولا يبقى حرام؟ بس ده مش أسوأ حاجة بتحصل. خليني أحكي لك عن أسوأ جواز ممكن تسمع عنه، وهو زواج البنجاب. هناك ممكن بنت واحدة تتجوز أكتر من 6 شباب، وبيتفقوا مع بعض على توزيع الليالي بينهم. لا، وكمان لو العروسة حملت، الابن بيتنسب لأكبر زوج فيهم، والولد التاني للأصغر، وهكذا لحد ما تخلص أكنها جمعية. استنى، لسه موصلناش لأسوأ نوع، عشان أحيانا بيسمح الزوج لمراته بالزنا زي ما سمعت. لا انت بتهزر. وكمان بيكون عارف امتى وفين ومع مين.
وده كله لو مراته اتأخرت في الحمل. وعشان كده بيختاروا أكتر واحد بيزورهم سواء من الأهل أو الأصدقاء عشان يتم معاه الفعل اللي أقل ما يقال عليه إنه فعل مشين. كمان في عادات ممكن تحسها مضحكة شوية بتحصل مع العريس، زي طقس رمي الطماطم في شمال الهند أو رميه في بير، وده بيكون مهرجان بيقام كل سنة. بيشيلوا العريس اللي اتجوز جديد ويرموه في بير أو بحيرة صغيرة، وده في اعتقادهم وسيلة عشان يبقى عنده ذرية وولاد في أسرع وقت. أما بالنسبة للحظ فهم ممكن يقطعوا هدوم العريس وهو لابس فردة الجزمة اليمين بس وقالع الشمال وعلى راسه حلة فيها زيت، أو مثلا طقس شد الأنف، واللي بيعمل كده في الغالب هي أم العروسة، ويعتبر نوع من الترحيب ورسالة مبطنة كده عشان يفضل حاسس بالامتنان والتواضع إنهم قبلوه كزوج وادوه بنتهم. ده غير طقس لوي الودن اللي بيتم في ولاية مهاراشترا، بس اللي بيعمل الطقس المرة دي هو أخو العروسة، ومعناه إن ده تحذير ليه، يعني إنه مش هيشوف كويس لو فكر يزعل بنتهم. كل الطقوس دي ممكن تحصل في جو من المرح، لكن الطقس اللي ممكن يحول الفرح لكابوس هو إن العريس يغير رأيه قبل لحظات من الفرح، ووسط كل الناس يقوم واقف ويقول أنا غيرت رأيي ومش عاوز أتجوز، فياخدوا أبو العروسة على جنب ويتفاوض معاه عشان يرجع عن قراره الصعب ده. وساعات كتير بيكون العريس بيعمل كده كنوع من أنواع الطقوس الرمزية، يعني مش بيكون غير رأيه فعلا، ولكن بيعمل كده عشان يختبر مدى تمسك أهل العروسة بيه. المضحك إن الثقافة الهندية دي ما سابتش حاجة من غير جواز، يعني كلب تلاقي، شجرة تلاقي، ميتين كمان تلاقي. مفيش فايدة، مفيش فايدة. أيوة فعلا في طقس غريب بيتم بين عيلتين عندهم أبناء اتوفوا بالفعل، وبيتفقوا على كل التفاصيل اللي تخص الزواج، لدرجة إن عيلة العريس بتجيب فستان الفرح لعيلة العروسة، وبيعملوا كل الطقوس في حضور المعازيم وكأنهم لسه عايشين. وده في اعتقادهم إن ما ينفعش حد يكون وحيد من غير نصه التاني حتى لو كان في العالم الآخر. بس الطقس الأبشع على الإطلاق في حلقة النهاردة والأكثر كارثية هو حرق الزوج حية بعد ما يموت زوجها، وده عشان تبقى قريبة منه بعد وفاته. وفي اعتقادهم إن كده بتخلص نفسها وأهلها من هم البعث من جديد، يعني إن الميت روحه تتجسد في شكل حيوان أو طائر، ولو فكرت تهرب أو ترفض تدخل النار برجليها بيدوروا عليها ويرموها بالعافية في مشهد من أقصى المشاهد اللي ممكن تتخيلها. كده وصلنا لنهاية حلقتنا. قول لي بقى في الكومنتات إيه أغرب عادة زواج سمعت عنها في حياتك، وهل تقدر تتجوز عروسة هندية أو تقدري تتجوزي عريس من الهند؟ ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك الحلقات الجاية. سلام.